السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف النهاردة ازاي هنخلل البسارية بتاعتنا. ده عبارة عن كيلو بسارية احنا غاسلينه وشاطفينه كويس قوي، وبعد كده سيبناه لحد ما يتصفى من المية. لازم من طرق نجاح تخليل البسارية او اي نوع من انواع الفسيخ عامة او الملوحة ان هي ما تبقاش فيها اي مية. فاحنا غسلناها وسيبناها تتصفى حوالي ساعتين 3. وهنا حطينا على كل كيلو من البسارية 3 معالق ملح ومعلقة شطة ومعلقة كركم. وطبعا الزيت بتاعنا اللي هيستخدم كمادة حافظة. هنخلط كده الملح مع الشطة مع الكركم. في ناس بتحب تحط كركم، في ناس ما بتحبش تحط كركم، مفيهاش اي مشكلة. وهنرشش كده هو البسارية كويس، نخلطهم كده كويس. بالراحة، احنا بحيث ان الملح يتغلغل كل السمك، بس بالراحة لان السمكة بتبقى حساسة. ادي البطرمان بتاعنا، جبنا البطرمان وغسلناه وعقمنا كويس. هنرش في القاعدة بتاعت البطرمان شوية ملح، وبعد كده ننزل بالسمك كده، وندي شوية ملح، ندي طبقات كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبق سمك وطبقة وطبقة ملح. نجيب الزيت بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم، ونغطي كده. هنجيب شطة او بابريكا، هنحط شوية كده عشان تدي اللون الاحمر بتاعنا. بصوا كده. وهنجيب كمان هنحط ورقتين لورا، ودي كده بعد ما خلصنا وغطينا كل البسارية بالزيت. هنجيب في التلاجة وهنحط كده ونقفل البطرمان كويس. وبكده نكون خلصنا تخليل البسارية. بتقعد لها من 3 ل4 أيام على الأكتر. وهنا بعد ما استنينا 3 4 أيام، في اليوم الرابع أنا فتحت عليه وبألف هنا وشفا.